السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هاخدكم في جولة في أرخص مصيف في الساحل، فندق ريتال فيو أكوا بارك. ده المدخل بتاع الفندق من على الشارع بره، المدخل الرئيسي. وفي مجموعة من المطاعم هنا اهو، في مطعم سمك وفي مطعم بيتزا، وفي كمان في سوبر ماركت تحت الأرض هنا، وعلى الشمال هنا في مطعم مشويات. وادي مدخل الفندق اهو. هو الفندق ده بينقسم الى قسمين، ده المدخل الرئيسي الفندق، وفي الظهر ورا في الشاليهات. ممكن حضرتك تاخد الفندق او تاخد الشاليهات، كده كده بتستمتع بالبسين وبالاكوا بارك وبالشاطئ الخاص. ده الريسبشن بتاع الفندق، حاجه فخمه جدا بصراحه، نضيف جدا يعني، شيك جدا. ممكن تحجز في الفندق هنا وليك فطار وعشاء وليك الاكوا بارك وليك الشاطئ الخاص. احنا حجزنا شاليه استوديو. ده بقى عباره عن اول ما تخش كده بتلاقي السرير في وشك، وتلاقي المطبخ وفي مجهز من كل حاجه، تلفزيون، غساله، تلاجة، الكنبه دي استوديو، تكييف، حمام نضيف، في كل حاجه بصراحه. بس انت برضو تجيب معاك اكلك وشربك وكده. وطبعا في غرف تانية، شاليهات تانية فيها غرفه وفيها غرفتين وفيها 3 غرف، وكل حاجه ليها سعر. يعني احنا كنا حاجزين الشاليه ده من على الجروب بتاع الملاك على الفيس، كان سعره كان جميل جدا بصراحه، كان 700 جنيه في الليله. وكمان طبعا الحاجات التانية اللي فيها غرفة وغرفتين بتبقى أغلى، مثلا لحد 800، في 900، في 1000، 1100، بس متهيألي مفيش أكتر من كده يعني. وطبعا في أدوار تحت وأدوار فوق. والمكان نفسه ريتال فيو في كيلو 77، مش بعيد قوي عن اسكندرية، وقريب كمان من العلمين، حوالي تلت ساعة للعلمين أو مارينا، وحوالي 10 دقايق من في زهران مول. وفي مكان كده فيه زي فود كورت مليان مطاعم ماكدونالدز وبلبن، وفي مطاعم كتير جدا بصراحة، وصيدلية، وكل اللي انت عايزه هتلاقيه. المكان حوالي 10 دقايق، فالمكان قريب وجميل يعني بصراحة من كل الخدمات. هنا بقى البسين بقى والاكوا بارك ورا كده، ده المدخل بتاع القرية من ورا، وهنا في باركينج مجاني. وهنا البسين بتاع الأطفال والاكوا بارك بتاعت الأطفال. طبعا مواعيد الاكوا بارك بتبقى من 10 ل1 ومن 2 ل5. هنا اكوا بارك الاطفال اهي قدامنا. المكان جميل جدا بصراحه، بس طبعا لا يقارن يعني بالفنادق بتاعت شرم والغردقه وكده، هو برضو على قده شويه. انا برضو هحط لكم في الكومنتات، هحط لكم اللينك بتاع الفندق واللينك بتاع الجروب بتاع الملاك اللي انت تأجر منهم بأقل اسعار، احسن ما تأجر مثلا من حد سمسار او من الملاك. اقل الاسعار بتاخدها للشاليهات. دي الاكوا بارك الاطفال اهي. وبعد كده بقى في المدخل بتاع القرية اللي في النص ده، ايدك الشمال، وهنا في كافيتيريا بتشتغل بالليل ويبقى فيها حفلة وكده، وممكن يبقى في رقاصة او في تنورة، برضو حاجة لذيذة بصراحة. وادي بقى الاكوا بارك الكبار. واللي قدام ده بقى ده الفندق، اللي قدامنا ده كده الفندق. ادي اكوا بارك الكبار، بصراحة عملاقة جدا يعني. وده بسين الكبار. المكان لذيذ ورايق، بس خميس وجمعة بيبقى زحمة شوية. وسعره جميل بصراحة بالنسبة للساحل، يعني الشرير والساحل الطيب. لا هو ساحل طيب بصراحة، طيب جدا كمان، وأسعار جميلة.
هنا بقى هنروح الشاطئ الخاص. الشاطئ الخاص موجود يعني على بعد حوالي 10 دقايق من الفندق. اهو الشاطئ اهو، بعد قرية اسمها كوستا، بتخش يمين بقى كده الشاطئ الخاص. طبعا هما المفروض بيدوك كارنيه، انت بتروح تحجز الغرفة او الشاليه، بيديك زي باص كده بتروح بيه الشاطئ، ما تدفعش اي حاجة، مجانا، يقعدك ويروقك وكل حاجة مجانا. وده الباركينج اهو بتاع الشاطئ. بس تركن وتنزل بقى وتروح الشاطئ. ادي الباركينج اهو. وفي باص يعني وانت معكش عربية، في باص ياخدك ويوديك ويجيبك، بيتحرك تقريبا كل ساعتين، وبتيكت ب20 جنيه الفرد، وما ياخدش ما يحاسبكش على الاطفال. ولو معاك عربية تروح تركنها هنا عادي وتنزل بقى وتعيش. ده كده المدخل بتاع الشاطئ. جوه بقى الشاطئ اهو، داخلين على الشاطئ، ودي على اليمين دي قرية كوستا اللي انت بتخش من بعديها. هنا بتسلم الباص، بتوريله الباص وبيدخلك بيقعدك، ما تدفعش اي حاجة، شامل اللي انت حاجز مثلا الغرفة او حاجز الاستوديو او حاجز في الفندق، بيدخلك. شاطئ بصراحة تحفة جدا جدا جدا، شاطئ رملي، الرملة يعني بيضة وجميلة جدا، والبحر جميل جدا. انا بالنسبة لي يعني شاطئ رملي ده بالنسبة للأسرة يعني واطفال احسن بكتير من شاطئ شرم. شاطئ شرم صخرية، بتبقى يعني ايه صخر شوية، لكن ده رملي جميل بصراحة، شاطئ تحفة. انا حبيت البحر، ما كنتش بحب البحر قوي يعني، حبيته لما روحت الشاطئ بتاع ريتال فيو. شاطئ رائع. بص الرملة عاملة ازاي، لونها ابيض، البحر لونه جميل. بصراحة من امتع الحاجات اللي شفتها في الفندق ده البحر بتاعه نضيف جدا وجميل جدا. وبيخلص على الساعة 5 كده، 5:30، بيجي الباص بياخد الناس. هنا بقى الحفلة بالليل في الكافيه، في رقاصة، وفي ساعات بقى في تنورة برضو. القعدة هنا لذيذة. القعدة بقى دي اللي هي ما بين الاتنين اكوا بارك، الاطفال والكبار، ما بينها كده في قعدة. بس وهحط لكم اللينكات بتاعت الفندق لو عايزين تحجزوا في الفندق، لو هحط لكم كمان لينكات الجروب بتاع الملاك لو عايزين تحجزوا شاليه، والاسعار جميله جدا. وكده انتهى الفيديو بتاعنا معاكم النهارده، يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. والفيديو بتاعنا لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.